انا بيب 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 انا بيب بيب بيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر مانشستر، والنهارده فيديو جديد هلعب فيه بالجيل الذهبي لنادي انبي عام 2005 في لعبة بيس 5. خليكم معايا. الجيل الذهبي لنادي انبي كان بيضم العديد من اللعيبة المتميزين اللي ليهم اسامي تقيلة في تاريخ الدوري المصري: عمرو زكي، مجدي عبد العاطي، اسامة حسن، سيد عبد النعيم صاحب الدوري الشهير بتاع 2003 اللي الاهلي خسره، محمد ثابت صاروخ، وعصام محمود الحارس. قبل ما ابدا المباراه حابب امسي على واحد من متابعين القناه المتميزين عندي المحترمين، الاستاذ الفاضل امين. كان طالب في احدى التعليقات ان هو يشوف تيشيرت اتحاد العاصمه الجزائري الاساسي والاحتياطي في اللعبه. اهو التيشيرت اهو يا استاذ امين، الاساسي، وده التيشيرت الاحتياطي اهو. وبشكرك جدا على متابعتك للقناه باستمرار، ربنا يبارك لك ويخليك. انا النهارده لابس التيشيرت يعني نفس الوان نادي انبي وكاتب انبي على الورقه دي. يعني بصراحه اكيد مش هجيب تيشيرت لنادي انبي او مش هلاقيه اساسا. انا هلعب بخطه 4-3-3، شايفها انسب خطه للمباراه دي. قدام طبعا عمرو زكي مهاجم، مجدي عبد العاطي على الطرف، وهحط برضه عبد الحميد حسن. فريقين طبعا كانوا بيضموا لعيبه متميزين جدا عندي يعني انت عندك في انبي الحارس عصام محمود ومحمد الحديدي ومحمد يونس واسامه حسن الباك الشمال، محمد ثابت صاروخ، عبد الحميد حسن اللي راح الاهلي بعد كده. عندنا في نادي الاتحاد لعيبه برضو كتير، رامي سعيد اللي لعب في الاهلي، تشيرنو برضو لعب في الاهلي، وانور شلوفه ده اسم معروف برضو. حسين فهمي، واحد يهزر بقى يقلش يقول له حسين فهمي الممثل، لا يا عم، حسين فهمي معروف بتاع نادي الاتحاد زمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدا احداث المباراه. الاتحاد السكندري على شمالنا، انبي على يميننا. ماشي، محمد ثابت صاروخ هيلعب لعمرو زكي. عمرو زكي مفيش هنا فاول، الحكم عداها كده. حاسب انا الخطأ ده خطأ لتشيرنو. الحمد لله، اول فرصة في اللقاء واول تهديد من النادي الاتحاد السكندري. تشيرنو الراجل ده هيتعبنا جدا النهارده، والحمد لله الكورة كانت جنب العارضة ما دخلتش هدف. كان هيبقى ماتش صعب جدا لو ابتدأوه معانا بهدف كده، لكن الحمد لله عدت على خير. ماشي عمرو زكي، ماشي عمرو زكي، ماشي عمرو زكي. هيلم هيلم هيلم، لم فعلا وبيحاول يلاقي ايه ثغرة. لكن انا سمير صبري والراجل حسب ايه بقى، يعني هو صفر صفاره كده، ما نعرفش ايه اللي حصل، لكن حسبها فاول عكسي لنادي الاتحاد السكندري، مش عارف ازاي. مجدي عبد العاطي، محمد ثابت صاروخ، فاول بقى هنا، يحسب فاول قريب. اسامه حسن طبعا هو اللي هيشوط. الراجل اسامه حسن ده ما شاء الله، يعني شوطاته كلها بين البرواز، فعايزين نستغل الركله الحره دي. اوبا، ياه، اول فرصه في اللقاء لنادي انبي يطلعها على الحارس يوسف طاهر، ضربه ركنيه لنادي انبي، تهديد كده بتهديد، وهنا هدف الهدف الاول. الله 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 الله، ده عمرو زكي ولا مين اللي سجل هدف؟ عايزين نشوف، مش باين. محمد يونس المدافع يسجل الهدف الاول لنادي انبي 1-0. الله 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 يا محمد يا يونس. ماشي عبد الحميد حسن، مجدي عبد العاطي، عمرو زكي، عمرو زكي، عمرو زكي، عمرو زكي. ياه، الحارس يتألق ويتعملق، هيلم هيشوط، وياه يا عمرو يا زكي. لسه المباراة على صفيح ساخن يا جدعان، الماتش على صفيح ساخن. الاتحاد مش هيسقط خالص، وهيكثف هجومه لإحراز هدف التعادل. نادي انبي هيحاول يسجل هدف تعزيز الفارق، هنشوف ايه اللي هيحصل في الدقائق القادمة ان شاء الله. لسه هنا عبد الحميد حسن يا راجل، ضربة جزاء لنادي انبي يحتسبها الحكم، وهيدي انذار ولا مش هيدي حاجة، لكن ضربة جزاء خدها بشكل كويس جدا. عبد الحميد حسن كسب منها ضربة جزاء كويس. داخل سمير صبري، احنا عايزين احسن واحد بيشوط عمرو زكي. يلا يا عمرو، يلا يا عمرو، الله 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 يا عمرو. الهدف الثاني لنادي انبي 2-0، هدف تعزيز الفارق. عمرو زكي ركنها على يمين الجون. 2-0 نادي انبي، بدايه قويه جدا للانباويه، مبروك مقدما، وان شاء الله نستمر كده لاخر دقيقه في المباراه. 2 انبي لا شيء نادي الاتحاد السكندري، والمباراه خلاص بقت في اتجاه واحد لحد دلوقتي. هل هتفتح ولا هل الاتحاد السكندري هيسجل هدف تقليص الفارق ويحاول يرجع في المباراه؟ ده اللي هنشوفه في الدقائق القادمه. هو بيلم كويس الراجل ده، بيلم كويس، لكن تتقطع الكوره. رامي سعيد بخبراته بقى، لعب في الاهلي قبل كده، راجل خبراته واسعه، وفي المقاولين. وادوا شايفين طبعا الاعلام، الاتحاد سيد البلد زي ما انتم شايفين، هو سيد البلد فعلا، نادي كبير جدا من الانديه العريقه في الدوري المصري. داخل سمير صبري
فاول لنادي انبي على حدود ال 18. اسامه حسن برضو الراجل ده شويت قوي. اسامه حسن ده بصوا، يا والله كان فيها، والله كانت ممكن تخش. شويت قوي اسامه حسن ده زي ما قلت اكتر من مره. كوره كلها بين البرواز حقيقه. يصفر الحكم. انتهى الشوط الاول 2 انبي لا شيء نادي الاتحاد السكندري. شوط كويس جدا من اللعيبه، عملوا شوط كويس ومثالي. لازم نكمل كده بقيه الشوط الثاني عشان نفوز بكأس مصر ان شاء الله. وما نزلوا جده بدل تشيرنو، تغيير قصب بقصب زي ما بيقولوا. لازم ناخد حذرنا برضه لان جده كان في عزه، كان لسه في بدايه نجوميته، فلازم ناخد بالنا كويس قوي من جده. عايز اعمل شويه تغييرات كده، مش عاجبني الاداء الهجومي. خليها 4-4-2. هلعب عمرو زكي وسيد عبد النعيم قدام، طلع مجدي عبد العاطي. سيد عبد النعيم طبعا حاسب هنا جده، اوعى يجي لك جده زي ما كانوا بيقولوا لنا احنا صغيرين. على فكره عصام محمود بعد كده، بعد نادي انبي راح نادي الاتحاد، بقى حارس نادي الاتحاد السكندري، لعب معاهم فتره. هو كان حارس كويس قوي ما شاء الله، يعني عصام محمود من حراس الدوري المصري كويسين جدا. عمرو زكي، عمرو زكي يا راجل حرام عليك، حرام عليك يا عمرو، دي فرصه ما تضيعش انت والجون. وانت حتى يعني لم الجون، لكن كان في يعني زاويه وكان ممكن يشوط فيها وتخش، لكن الحمد لله على كل شيء. عمرو زكي حلو قوي يا عمرو، حلو قوي السرول من سيد عبد النعيم لعمرو زكي. فرصه حلوه قوي. بصوا ال1 2 هو وسيد عبد النعيم، فرصه حلوه قوي لكن يصدها الحارس يوسف طاهر. ضربه ركنيه لنادي انبي. اترفعت الكوره، عبد الحميد يا عبد الحميد ما تنط يا راجل، لكن تعدي الكوره بسلامه على نادي الاتحاد. ضربه مرمى مره تانية. عمرو زكي، عمرو زكي، عمرو زكي ماشي. فاول لنادي انبي، ضربه حره لنادي كارت احمر. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، كارت احمر لحسام عبد المنعم. حسام عبد المنعم كارت احمر مباشر. تدخل قوي جدا زي ما انتم شايفينه. هم خلاص اتعصبوا بقى عشان بيخسروا الكأس. كأس مصر بتروح منهم خلاص، فابتدت العصبية والأعصاب تتوتر. الأعصاب مشحونة جدا زي ما انتم شايفين. نهائي كأس بقى، نهائي كأس مصر، نهائي كأس غالية جدا، فالأعصاب مشدودة جدا. اوه عبد الحميد حسن، يا نهار اسود يا راجل حرام عليك، يعني مش عارف اقول لك ايه، لكن الكرة انا افتكرتها جون. انا شايف الكرة جون، بص عدت جنب العارضة بالظبط. كرة غريبة جدا. ينتهي اللقاء، يصفر الحكم وينتهي اللقاء. مبروك لكل الانبوية، فوز 2-0 غالي جدا على نادي الاتحاد والتتويج بكأس مصر. مراسم تتويج نادي انبي ولاعبي نادي انبي بالميداليات والكأس، الكأس الغالية جدا. بصوا بقى كل واحد بيستلم، ودول طبعا رؤساء اتحاد الكرة المصري. حاجة جميلة جدا ومشرفة. مبروك لنادي انبي ولكل مشجعيه في مصر. القائد عمرو عبده هو اللي هيرفع الكاس. مبروك لنادي انبي. شكرا جدا لمتابعتكم. كان معاكم عمر مانشستر، بحبكم في الله. مع السلامة.